بتبقى كده ولا بتبقى كده؟ عشان نسيت والله. العالم كانوا بيقول لك بلادي بلادي هنا امريكا تهيألي كان بده، صح؟ انتوا بتحيوها ازاي كده؟ احنا بنحييها كده، مش فاكره. المهم، متشكره بجد على المجهود اللي انتوا عملتوه معايا. ده اثبت لي حاجه جميله جدا، وعشان خاطر اوريها لكم، عشان خاطر اثبتها لكم، عشان انتوا عمالين دايما تقولوا مصر والخوازيق ومفيش خير ومفيش الناس مش عارفه ايه. بالعكس، اول ما المشكله حصلت ازاي بقى الناس اهتمت بيها. مثلا حد زي حسن البنا في اليوم السابع عرف ان الموضوع فيه خصوصيات ناس ومشاكل ممكن اواضي ناس، وخاف ان الناس ممكن تتاذي، فطلع بخبر يبقى ينبه البنات والستات بعد الشر عليكم من الاذى. خلي بالكم ما تبعتوش اي حاجه لغايه ما ميت يرجع الحساب بتاعها. ده ايه؟ ده اسمه رجوله ونخوه. اتريقتوا برضو على موضوع السلطه لما كنت بقول لكم الاف بي اي والسلطه المصريه او المباحث الانترنت، قالوا في مشكله 1 2 3 وممكن بعد الشر يحصل منها اي نوع من انواع الاذى او حاجه. باباكي في مصر بالتوكيل بتاعك، يلا نروح وهنعمل وهنسوي وهنجيبها. ساعتها وعين الراجل كان في اجازه، اتحركوا في ساعتها، ما قللش ده فيسبوك وخلصت على كده. نو اهتموا واتحركوا. مش بس امريكا وبس الحاجات هنا، نو في مصر كده. غير الناس انتوا نفسكم اللي كنتوا بتعملوه الريبورتات اللي بتعملوها واللي بتجيبوا لي هاكر، يعني مش عارفه ايه، كل المجهود اللي كل حد حاطه ده يبين ايه؟ ده يبين ان في خير. طب ليه؟ عشان ايه؟ مين مي دي اصلا عشان تحاولوا تساعدوها ده كله؟ اوكي، لكن تعاونتوا على حاجه، اسالوا نفسكم تعاونتوا ليه؟ فبجد انا متشكره جدا وممنونه جدا من كده، واتعلمت حاجات كتيره في اليومين دول. بس عايزه اوضح بس كام حاجه. الفيديو ده مش لاي حاجه غير ان انا بشكر وبوضح. شغلي معاكم مش بس فيديوهات. انا دلوقتي كبيهيفير اناليست او ثيرابيست بتعامل مع البنات في مصر في حالات قويه جدا، بنتعامل مع بعض على طول، يعني كل مثلا اسبوع مرتين 50 دقيقه والكلام ده كله. ففي حاجه بتابعها. فده الفيسبوك بالنسبه لي يعتبر ويندو ليكو او شباك كبير عشان اعرف اتخاطب معاكم، وفي نفس الوقت كانها عياده او حاجه سنتر ممكن مشاكل حد يكون بيمر بيها والواحد ممكن يقدر يساعده ونساعد بعض بيها. اوكي. حاجه كمان لازم تكون واضحه جدا. ثينك مصري ده مشروع، ده رسالتي في الحياه. ثينك مصري يعني فكر يا مصري، او هاشتاج ثينك مصري لمي الخرسيتي. my full last name MAYELKHARSITY. ده مشروعي ان شاء الله لغايه ما اموت، ان انا احاول تغيير فكر واصلاح من فكر بالتعاون مع ناس كتير. فممكن نتعاون، لكن ممنوع ان الفكره دي تتسرق مني او تتاخد عشان هي كوبي رايتد اوريدي، فهحتاج اخد اجراءات قانونيه هنا في امريكا او في مصر. بلاش ان شاء الله ما تحصلش يعني، بس لو معجب بيها، لو شايف ان هي شبه افكارك، ممكن نتعاون مع بعض، او حتى ترشدني، او حتى انا ابقى يعني تعلمني. اوكي. سبيكينج اوف ارشاد وتعليم، انا بسمع كلامكم كله. كل انواع النقد بسمعها اكشلي، مش بس النقد البناء، انه بالعكس بسمع وبحترم وبحاول اغير من حاجات معينه عشان خاطر نفيد بعض. فاتجاهات ثينك مصري اتجاهات اجتماعيه رسمي، ملهاش اي ميول يمين او شمال او اي حاجه خالص. بالعكس، هي لخدمه المجتمع، لخدمه الناس في تغيير الفكر. ايماني واعتقادي ان الفكر لما يتغير، على لو قرينا تاريخه كده، مفيش حاجه في الدنيا بتتغير غير لما الفكر بيتغير. ده اللي بيغير السلوكيات. للاسف مصر بتمر بفتره شويه قويه صعبه، وممكن تكونوا بتستخدموا افيون كذا وافيون كذا وافيون كذا، بس لسه في هنا مفيش استقرار هنا وهنا. فده اللي الواحد بيحاول يقدمه. في نفس الوقت بحاول اتعامل مع ناس كتير من المفكرين والمثقفين اللي في مصر، فيها ناس عظيمه اقسم بالله. انا كل حد بتكلم معاه، من مذيع لمذيعه لكاتب لفنان لدكتور لسايكولوجيست، بكتشف ان انتوا عندكم طاقات رهيبه، بس ساعات بتبقى لسه مش واخده فرصه، او ساعات محتاجه تتعاون بطريقه تانية عشان تقوى اكتر. بس برضو ايماني ان ربنا لما بيكون عايز حاجه بيعملها، بس احنا بنسعى. عدوي الوحيد في الحياه هو اليأس. فده اللي بحاول اوريه لكم، يعني ان هو ده الحاجه الوحيده اللي بنحاربها، اليأس. لان هو ده بيجيب الشيطان وبيجيب القرف وبيجيب الفقر والزعل والحاجات دي كلها ملهاش اي ثلاثه لازمه. بتعامل مع البنات اجين ثيرابي. فالبنت انا لما بقدر بتكلم معاكي فويس، انسي ان لو حد بيتكلم معاكي كتير دي مش انا. اي صفحه تانية مش انا، صفحتي الوحيده مي الخرسيتي.
هتلاقيني بعتلك فويس او حددت ميعاد انا وانت نتكلم. الرجاله ما بتعاملش معاها في الثيرابي خالص، انا ممكن اقرا مشاكلها واحطها في فيديو. الموضوع شغل البرايفت، شغل هيبقى للبنات. واكيد طبعا موضوع الجواز والجو ده هتقعد تكلم بابا انا بنتك، ماليش في الجو ده، انت على الانترنت، ده سايبر وورلد يا حبيبي، مفيش. فايه حل يعني، بلاش يعني، شيلوا الموضوع ده على جنب خالص، لان اتس نوت possible at all يعني. آم، الاسم الخرسيتي كنت حاطاه الامريكان كان الك عشان مش عارفين يجيبوه، فانتوا ترجمتوها كعلق، لكن هو الخرسيتي. او مي نجيب برضو، ده مي محمد نجيب الخرسيتي، زي BBC Arabic. منال اتكرمت بانترفيو محترم جدا عشان تعرف توضح للناس ايه هدف ثينك مصري، وحطيت لكم شير عليها على الساوند كلاود. هدفه تغيير فكر. اجين بتعلم وبتعلم منكم، وان شاء الله في فرصه، ان شاء الله احتمال كده، في بشاير كده ان انا انزل ممكن اشتغل في مصر. فانا دلوقتي بعرض عليكم حاجات from a bird's eye view، من واحده مصريه عايشه في امريكا شايفه الوضع من بعيد. تقمصات لشخصيه مونيكا، تقمصات لشخصيه الصعيديه، كل ده لما باجي اقدم لكم حاجه بقى لحد ما يبقى في تقمصات عشان يبقى شويه فن، ما اقدرش اعيش من غير فن. بس في مصر برضو الوضع هيبقى مختلف، لان هبقى بتعامل ان شاء الله. ففكره ان مصر هتاخدي خوازيق وهتاخدي على دماغك وهتتبهدلي وهتتعملي وهتتخطفي والجو ده كله ما اقدرش اعيش بيه، لان الحمد لله رساله اكبر من كده واللي ربنا رايده بيكون، وفي نفس الوقت بتعلم واخد حذري. alright so حذري is that right؟ لو طلعت غلط مش مشكله. فاجين لو في اي فكر طلع مني شكله بيوجه حاجه لميول اليمين او شمال، بعتذر منها، لان انا ميولي اجتماعيه، خدمه اجتماعيه، علم نفس. مش ضروري تقولي دكتوره مي، مش ضروري تقولي حضرتك كويس، مش ضروري تقولي يا فندم صحيح. انا معايا شهاداتي في علم النفس وفي التاريخ، وبقى ماجستير في هاير اديوكيشن، ماجستير في انستراكشن ديزاين تكنولوجي، وسيرتيفيكيشن في بيهيفير اناليسيس، وبيرسونال ترينر سيرتيفيكيشن. يعني ولكن ممكن تقولي مي عادي، او اخصائيه نفسيه عادي. اوكي، مكملين ان شاء الله قوي بقى قوي، بس اروح اتمرن وانتعش وخلال اليومين دول نرجع نتكلم على البنات. والفيديو اللي جاي ان شاء الله عن احتمال يكون عن الاحباط، احباط بسبب فراغ الفكر والعاطفه والروح، وممكن ازاي يسبب مشاكل. اوكي، سلام.